حافلات بلا مكيفات، معاناة الركاب في الجزائر. وكما نقولوا الريحه حاشا كتسبب هكذا يعرق بزاف يتعب خانا هادو عباد ما يفهموش. الرحلة لا تقل عن نصف ساعة، والحارة تجعلنا نشعر وكأننا في فرن. هكذا يصف المواطنون يومياتهم في الحافلات الحضرية المزدحمة: لا تكييف، لا تهوية كافية، والركاب خاصة كبار السن والأطفال يعانون من التعب والإرهاق. السائقون يقولون إن الحافلات قديمة والميزانية لتجديدها غير كافية، وبينما يولي بعضهم اهتماماً كبيراً بشؤون الدول المجاورة، يبقى المواطن البسيط في انتظار الحل: أسطول جديد من الحافلات، أو على الأقل تحسين ظروف النقل داخل المدن، لأنه من الأفضل أن تهتم الدولة بشعبها أولاً قبل أن تهتم بشؤون الآخرين.